الاجتماع هذايا؟ اسكو سي لو بون تايمينغ واسكو فما علاش انه ينعقد اجتماع مماثل قبل يمكن 4 ولا 5 جولات من نهاية البطولة؟ موقف اللي صار وكل الاولاد يمكن نميل شويه الفراسه على خاطر بالحق نشوف الاجتماع ما عنده حتى معنى كيما الاجتماع اللي عملوا نتاع انتونور ايترونجي ولا انتونور تونسي. جوستومون معناتها شنيا الجدوى؟ ما عنده حتى جدوى. الوزير سامحني في الكلمه انا يعمل في الافلام لا اكثر ولا اقل. ما شفت حتى فايده من الاجتماع اللي صار بين الكلوب والاسبيرونس، صاير بين برشلونه والريال، صاير بين الانتر والميلان، صاير ريفاليتي. هذه هيك الشارم نتاع الكوره، هيك هي الحاجات الاخرين اللي كوليس وكما قال استشهار وتضارب المصالح، كل واحد يتحمس وليته. فما جامعه نتاع كره قدم هي اللي تحدد الحكايه هذه وتجم تعمل قوانين اللازمه. تو كما شفت انا اجتمعوا الكلوب والاسبيرونس برك قال شنو النزاع على التيتر والتيتر وكل شاكسيان ماشي ما عنديش معنا ما نحكوش لوجيك، نحكوا حسابيا مازال موجوده في الكورس بيان سور مازال 15 نقطه ولا بيناتهم 6. تو تشوف الليغ 2 تو انت شفت الكومونيكي اللي هبطته سرقيه الداير على الماتش نتاعها كونتر ستايدا، تحب اربيتر اترونجي اوروبيان وتحب انا بالنسبه لي انا الماتش نتاع طلوع بالنسبه لي انا ما فما نقص نتاع خبره بجماعه سرقه الداير على خاطر ريتها بالاكت اللي عملوه لانونس هذه اللي هم يحبوا اربيتر اترونجي، وانا نعرف اللي مش يصير مش يجي من اربيتر تونسي بنا عقليه مش يجي من اربيتر تونسي وما رافضينه. فهمت؟ انا بالنسبه لي غلطه استراتيجيه عملتها سرقه الداير. اوكي هما ما جابوش للأ باش يجيبوا للبي. نبداو نكونوا واقعيين رغم انه يجموا يتحملوا المصاريف طاقم اجنبي. هما ديجا قالت مشكله. دونك انت في رايك دونك سي على النقطه نتاع النادي الرياضي الاسفكسي اللي هو مازال معني بطبيعه الحال نقول لك اش معناها هذوما مجتمعين وحدهم. قال شنو صراع على البطوله خرجونا معنا وحدهم معناها بالك شي سي اس اس تحب شنو تقعد معناتها دون لو كالم دون لا سيرينيتي. هما قالوا لما نجيوش ما استدعوش عباره معناها واحد استدعى من الناس ما شافكش اصلا هو ما عبركش. كيفاش انت تقول السياسه كيفاش شنو تفسيرك انت؟ هذا هو اللي قلت لك انا اجتماع ما عنده حتى تفسير وما عنده حتى اهميه وما عنده حتى هدف وما تفهم منه حتى شيء. كان تحكي على الحوايج اللي صايرين. السي اس اس خارجه من الطرح دون لو سونس، خارجه من المعركه هذيا اللي صايره والكلام والتصريحات اللي بدات المعركه النادي الرياضي الصفاقسي اللي بدات المعركه هذه وسياسيه بدات المعركه نتاع الكوليس والكلام والواحد بدا من غادي شبيه ما اجتمعش وقتها. انا نشوفوا اجتماع ما عنده حتى هدف، ما عنده حتى مغزى مش يخرج بحتى نتيجه. انا متاكد علاش خاطر الحاجات اللي ما بين اللي صايرين في الميديا ولا حتى في المسؤولين بيناتهم حاجات عاديه طبيعيه. ريفاليتي ما بين زوز كبار في بلاد واحده، ريفاليتي تاريخيه. انا نقول انت تقول انا نتهم انا تو يحكيوا في برشلونه الريال كان نجريرا ولا شنو ولا الاربيتراج تو عنده تو سنين الله وما يحكوا في نفس الموضوع نتاع الاربيتراج. وهذا يقولوا هذوما سراق ويربحوا بالحيله وهذوما يقولوا كيف وعمرهم ما اجتمعوا ولا قالوا نجتمعوا نشوفوا كيفاه. دونك هذه انا شفت فيه اقصاء الطرف حسابيا لان ما نحكيو هذه كوره. حسابيا النادي الصفاقسي مازال معلي باللقب، تحب ولا تكره. مش يلعبوا زوز بعضهم يقول لك انا نربح ماتشواتي واحد تاع منين نقول روحي الاول. هي يقول قايل مازال فما ماتش ديربي وفما ماتش ليسبيرونس وسي اس. بالضبط. دونك كل شيء جايز صحيح ولا فما دي كونفرونتاسيون ديريكت ما بيناتهم. علاش تقصيني انت من مخك كوزير ولا كجامعه ولا كذا؟ خاطر انا في مخي محصوله البطوله. بالضبط. معناها يا صفاقس ارتاح على روحك غادي سي راك خاطيتك الحكايه. العب كمل تروازيام ومشي يلعب الكاف نتاعك. هذا كلام معناها حتى باللوجيك ما تصيرش، حتى بالقدر ما تصيرش، حتى ما نعرفش انا حتى عداله. ما الكره تو احنا نلوجوا على شنو الصراع العداله الكرويه. الناس الكل تحب كل واحد يقول لك اعطيني حقي صحيح ولا انت شبيك سي خرجتها من حقها معناها اللي هو مشروع ولا لا حسابيا صحيح. هذا هو اللي معناها بونتروغاسيون بالنسبه لي انا الوزير هذا معناش كما قلت لك اجتماع الاول كما الاجتماع الثاني. سامحني نقول له سيدي راك في الاورجو بالاوف سايد، راك في الاوف سايد اللي تعمل فيه كله خارج
اللعبه. رئيس الترجي ما كملش الاجتماع اليوم. سي حمدي المدب غادر الاجتماع وغادروا حتى هو ما تغشش على اللي صار في الاجتماع، خاصه انه انت عندك معلومات اللي هو خرج مغشش؟ اي ما تغشش، خاصه انه النادي الافريقي قدام الوزير اصر انه باش يمشي للطاس ويمشي للفيفا بخصوص موضوع تضارب المصالح، وهذا اللي ما عجبش سي حمدي المدب. والحقيقه تحب ولا تكره اليوم سليمان راهي موجوده في عندها 7 سنين بشير بتاتر مش تصيح في سنين على نيجير. اما انا نحب نقول لك راهي الترجي الرياضي التونسي ماهيش تضارب مصالح، كي كل حاجه في طريقها. راهو خاطر سي حمدي المدب عنده معمل في سليمان يلزمو يخسر ضد سليمان، الترجي راهي اقوى من سليمان ب 10,000 مره، تربح على اليورو تور وكان يلعبوا 4 ماتشات تو تربح 4 ماتشات سي بشير. معناها لهنا وقت الجي انت تحب ندخل الوزير باش نحكيو على موضوع نتاع التحكيم ونحكيو على اللي قاعد يصير، تدخل لي انت موضوع اخر نتاع سبونسورينغ، تدخل لي تو نجوار شكون سبونسورينغ؟ كانت حمام لام قبل شكون قال انه النادي الافريقي؟ لا لحظه شكون قالنا نحن انه في الاجتماع رئيس النادي الافريقي جبد موضوع تضارب المصالح؟ عندنا معلومه؟ نحن ما عندناش معلومه. انت ما عندكش معلومه. انت قالك عندي معلومه. انت عندك سمادي البيبي تاع الاجتماع دوله ما تجي تخرج للكوليس، خاطر شوف نحن اللي يعجبك في تونس حتى كي يزوز يحكيوا مع بعضهم في بيرو مسكرين بعد جمعه يخرج تحكي. علاش مش كل واحد يخدم خدمته؟ الوزير يتلهنا برسم، يتلهنا بالترانات، يتلهنا بالبنيه التحتيه، يتلهنا بحاجات اللي تخص. فما 3 جمعيات وعندك الحق راك كي تحكي على النادي الصفاقسي سنه 3 جمعيات هم 3 اللي قاعدين ينافسوا على البطوله، الترجي والافريقي والنادي الصفاقسي، وما فماش حتى فريق عنده استحقاق انه باش ينافس على البطوله اثناء ابار 3 هذوما ونشوفوهم. ستاد تونسيا بدات بقوه ومن بعد رخت. كلمه برك نقولها لك انا اللي تخلي السياسات تقول لك انا عندي حق اكثر واحد في الاجتماع هذا. من حقها قال ما نحاليش الدو بوان نتاع الفار في نتاع يا فريش كونفيرمي، يقول لك انا راني يا رمزي حتى الدو من اليوم حسابيا النادي الصفاقسي راهو مازال معني بالبطوله، راهو مازال معني بالبطوله. معناها اليوم نحكيو شكون اللي باش يفوز بالبطوله، فما 3 فرق باش تنافس وباش يلعبوا ضدهم. علاش تحب ولا تكره؟ علاش تقصد النادي الصفاقسي 3 جمعيات السنه 3 جمعيات في فور ما تحب ولا تكره. الكلوب افريكان اللي ماشي مش مقتنع انه النادي الافريقي السنه خير من عمنا، ولا نقول له النادي الافريقي افضل صوره شفتها انا باش تنجم تنافس على البطوله. الترجي الرياضي بدون ما نتناقشوا فيها زوز ما نجموش يتناقشوا في الترجي الرياضي التونسي بحكم انه كل عام حتى واحد ما قاعد يقعد معاه على الطاوله باش يهز البطوله. اسمعني باش نسالك سؤال، بان حق انت تقصي النادي الصفاقسي كوزير انت اجتمعت؟ لا غلطه استراتيجيه كبيره هذه، فهمت؟ بان حق تقصيهم انت في لاجراند. اما اليوم باش تجي تقول لي انت راهو النادي الافريقي، النادي الافريقي من حقه يحب يدافع على المصالح نتاعو كيف الترجي الرياضي التونسي من حقه يقول لك انا زاده انت توا تلهي كيف ما تلهي بيا انا شنو هي الاغلاط اللي صايره، انت زاده راهو عندك اغلاط اكثر مني انا، بما فيهم يا فريش كونفيرمي، بما فيهم البينالتي نتاع المستير. انت علاش شديت حصرت؟ وهي البوليميك هذه كل منين خرجت انه اول ما بدا بها النادي الافريقي بروفوكا الترجي الرياضي التونسي كيفاش وجبدوا هاي البينالتي ضد النجم الرياضي الساحلي زفرها الاربيج وتنعد مغادي باش الناطق الرسمي نتاع الترجي الرياضي التونسي جاوب راهو النادي الافريقي زاد الهدف نتاع فراس شوات، ولو راجعين للتسجيلات نتاع الفار نرجع ونقول لك هذه حاجات عاديه، ريفاليتي حاجات عاديه صحيح. كرة القدم لا فايده في اجتماع ولا فايده في ما زاد غزر لي كرة قدم وتصريحات واحدة، ما ذيك راهو من شأنها انها ما تنجم كان تزيد تشحن الجمهور وتزيد تشنجوا في توقيت حساس. كان هما المسؤولين متشنجين كيف نبالك حاجات عاديه في هذا الفوتبول البسيط، هذا الفوتبول نتاعنا كله مربوط ببعضه ومن قبل هو شو جديد صحيح. الحاجه الوحيده النجم والترجي عباره اسرائيل وفلسطين. جديد في الموضوع هو انه النادي الافريقي رجع ينافس تو سامبلومون ونافس بقوه. شنو المشكله كيف بشراسه الحقيقه؟ علاش كيف نافس الترجي والإتوال ما صارش؟ علاش ما ينافس مثلا الصفاقسي وحد اخر ما صارش هذا؟ علاش كان يرجع الكلوب افريكان والاسبيرونس وما حسوا فما مشاحنات؟ كي غابت المنافسه شعلينا من فهم شيء كي غابت المنافسه على البطوله نتاع تونس ولات كل ما تقوى المنافسه تصير الحكايه بالضبط. وعادي فما منافسه لانه في لي زانترفال دو طون انه في النص الثاني نتاع التسعينات مثلا والنص الثاني من 2005
ل 2010 كي قويت المنافسه نوعا ما بدات بالحده هذه، من بعد ولات الامور اقل حده ولا عاد ما كانتش برشا تشكيات هكا ولا فعال موجود التشكيات، موجود الديكلاراسيون نتاع المسؤولين سي احسن. المسؤولين كانوا رجال دوله، صحيح انا ماهمش المسؤولين كيما توا معك الكاليتي نتاع المسؤولين مش بيدها بقى راهو من الاول. نرجعوا حتى كل بطوله تلقى عليها ديكلاراسيون مش شهيره. علاش؟ على الاربيتراج وعلى والناس كلنا نعرفوا ديكلاراسيون تاع شرف الدين، ديكلاراسيون تاع شو اسمه خماخم قبله شو اسمه عبد الناظر بطوله العار. نفس الشيء تو قاعد يصير مع الكلوب والاسبيرونس. كل بطوله راهو فما ديكلاراسيون وتشحن الجماهير وتعمل كل شيء. لكن هذا هو الشارم نتاع كره القدم، هذا الشارم نتاع الفوتبول. ممكن خاطر غابه المنافسه. لا ولا هو انا قلت حتى في الاوروب يصير. سامحني الشارم تاع الفوتبول كولي اكثر من الفوتبول بيدو. ما نخرجوش على الفوتبول، ما نخرجوش كما نقول الشيء هذا ولا الشارم على حسب كلام. تعرف علاش حسيناه هكا احنا؟ الكره مش قاعدين نشوفوا في شيء. لا تعرف علاش حسيناه هكا؟ تعرف علاش حسيناه هيجو؟ خاطر فما 4 سنين ولا 5 سنين التالي كان نشوف ما فماش منافسه، ما فماش منافسه. السنه كي رجعت المنافسه قويه سي اوتوماتيك. انت شوف روحك انت تغيب 4 جورنيات على بعد كي ترجع تشوفها بيزار. اكزاكتومون الشارم نتاع اللي صاير تو هو خاطر لو ديربي الريفاليتي عندنا برشا على الديربي ما بين الاسبيرونس والكلوب. هذه هي فهمت اللي صاروا برشا معناتها تو ولا عنده قيمه كبيره. قبل ماتش كيما تشويتو كل تترو بوان يجي في وسط العام تربح ترجي تربح الكيوب ماهيش حتى حكايه. اما مثلا ريتو تو الحساب الكل زعما يوصلوا الاثنين قبل الماتش يلعبوا على البطوله زعما فهمش كلها مربوطه بالماتش هذاك. تولى الكالكول حتى كي يكملوا مباشر بين مهدي ميلاد وليد قرفاله ولات الحديث في المباشر. مهدي يتهم في الترجي الرياضي التونسي انها تمول في جمعيه اخرى وهو منافي للميثاق الرياضي، ويتهم انه الترجي عندها بعد البينالتي نتاع النجم الرياضي الساحلي كيفاش الفار تغاضى بعد ما الحكم زفر ضربه الجزاء. وليد قرفاله يرد على مهدي ميلاد ومباشره معناها من غير تلميحات. الناس الكل تعرف اللي الكوليس شاعله تو بين الترجي والافريقي من النواحي الكل معناها. نادي الافريقي تقول لك العام السنة عام اكسبسيونيل، ما عمري ما عملت جمعيه كيف عام السنة ويلزمني نتوج معناها من اول جورني وانا نحارب عليها البطوله هذيا. احسن هداف تاع المنتخب عندي انا. السيزون تاعنا ولا عملت سيزون باهيه لا بارابور للسيزون السنة النادي الافريقي عمري ما شفت الافريقي الحقيقه كيف السنة توجع والله توجع خير حتى من عمناه. والسنة الكلوب افريكان حتى مالفه في الميركاتو نتاع الشتاء تكون بارده في لي ريكروتمون. سنة كانت بيان سيبلي وحتى لي ريكروتمون اللي عملتهم سواء اللي كان في الترجي وباجا بوقرة التحاقه بالنادي الافريقي كان عنده اضافه الحقيقه باش نكونوا واضحين. شنو الاضافه اللي قدمها بوقرة توا في النادي الافريقي؟ بوقرة ديجا من اللي دخل بدا يسجل مع النادي الافريقي اللي هي النادي الافريقي مالفه وقت اللي تجيب ملاعبيه يبقاو 6 جورنيات و7 جورنيات باش ينتجريو ويدخلوا معناها في الاجواء. نجم كان عندك تعليق نجم بالوقت لا سي مهدي عندي برشا ما سمعتوش. بالنسبه لي انا نشوف النادي الافريقي نسخه النادي الافريقي نتاع السنه انه النادي الافريقي من حقه ومن حق جماهيره انه باش تستنى التتويج بالبطوله. لكن ما يمنعش ساده الترجي الرياضي التونسي يقول لك انا البطوله ماهيش غريبه عليا وانا ولد الدار وانا اولى بها والعوام اللي فاتت الكل ما كانش عندي منافس كاسح. المنافس الوحيد اللي هو الاتحاد الرياضي المناصيري وديما قبل 2 جورني 3 جورني نحسب من البطوله نتاعي. السنه اللزوز الحقيقه اللزوز يستاهلوا التتويج واللزوز الجمعيات قاعدين يقدموا في اضافه. النادي الافريقي عندنا برشا ما شفناش الافريقي تربح ب3 وبال4. عندنا برشا النادي الافريقي اللي كان ينتصر في 90 دقيقه 91 دقيقه بهدف ل0. النادي الافريقي ممكن صاروا في الروندمون نتاعهم معناها فهم لاعبين ما كانوش السنه باش اللي باش يهزها باستحقاق
العملاق معناتها ولا باش يهزها بالكواليس؟ هذا على ذاك شعلت هي تو النار وليكوليس بداوا يخدموا. النادي الافريقي تتهم في الترجي الرياضي التونسي انها سليمان تعاون فيها، وبحكم انه سي حمدي المدب عنده معمل غديكا. تقول لك اش معناها الفار هذا بلاتي تاع نجم الرياضي الساحلي، معناها بعد ما زفرها الاربيتر تلغاه، معناها لياكا كيشوسكي كلوش. ما ننساوش المقوله الشهيره تاع يا فريش كونفيرمي في هدف في راس شواط ضد النادي السلاقسي اللي برشا اعتبروه اورجو. معناها لهنا كل واحد ولا ثم تضرب قديده بونتو قديده. البينالتي الاخرى اللي شافتها النادي الافريقي ضد الاتحاد المنستيري طالبت بها وما تزفرتش. الرجوع اللي يحبوا للاستماع للي صار في الفار، الحقيقه الناس كل تعرف اللي سنه الدربي مشوق ودربي سخون. النادي الافريقي مال